الحمد لله، بحب أطمن الجمهور، وضع الصحة كويس الحمد لله، مشكورين كل أهل الكويت الصراحة، ما قصروا الكل اللي جاني على المستشفى واللي ما أجا كمان. إن شاء الله رب العالمين بس مسألة راحة، إن شاء الله بنقوم بالسلامة. نقول الدوري حق منو؟ والله إن شاء الله نقول حق النادي العربي، والله لا يضيع لنا تعب إن شاء الله. ما بين هذه الإصابة بالسلامة لأحمد هايل اللي حاول بهذه الكرة أن يضع الضغط أكثر على مصعب الكدري، وبين هذا الاتصال هذه من كل أهل الكويت حالة حرج إنه يدعون لهذا الرجل، يدعون لهذا النشبي. الله يشافيه إن شاء الله يا أبو أنور، قو قلبك إن شاء الله، والله موجود إن شاء الله. عاشت الجماهير الرياضية بجميع انتماءاتها ليلة عصيبة متضرعة بالدعاء للمولى عز وجل بأن يمن بالشفاء على النشم الأردني أحمد هايل، إثر توارد الأخبار عن سقوطه مغشيا عليه في منزله ودخوله غرفة الحالات الحرجة. أمور حسب ما سمعت من ابني أنه الدكاترة بيطمنونا بأنه إن شاء الله بتكون عبارة عن فترة راحة لاستقرار، وأعتقد أنه يعني يكون عنده الألم في الرأس حسب التقارير، أنه ممكن يكون ارتجاج بسيط، وإن شاء الله بتعود الأمور إلى طبيعتها، والله بشافيه بعافيه إن شاء الله. أنا أتوقع أنه يشعر بالحزن عشان اللي قادم من المباريات، هو حاب يكمل البطولة كلها، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، والبركة بالشباب الموجودين. وأنا كوني اليوم وصلت نعمان بدي أشكر الجمهور العرباوي كامل، وأشكر أشقائنا في دولة الكويتيين كامل. الرياضيين ومحبو أحمد توافدوا عليه خلال اليومين الماضيين كي يطمئنوا من جهة، ومن جهة أخرى بأن يوصلوا رسالة لأهله ولعشاقه في الأردن بأن أحمد ولد الكويت قبل أن يكون أحد أبناء عمان. أن هذا اللاعب لاعب فنان وخلوق ومؤدب، وما في عنده ما شفناه بأي لحظة من اللحظات عمل له مشكلة مع أي لاعب من اللاعبين، وهذا فخر لنا احنا ان يكون احمد هاي الموجود معانا. احنا الان مقبلين عندنا 4 مباريات مهمة جدا، ال4 مباريات هذه يجب ان احنا نفوز فيها علشان نفرح ونهدي ان شاء الله الدوري لاحمد هايل. نتمنى ربنا يشافيه ويعافيه، ونتمنى للكرة الكويتية والكرة العربية كل التألق للنادي العربي وكل النوادي الكويتية إن شاء الله، وإن شاء الله بنفرح فيه كلنا في قومته بالسلامة، وربنا يبعد الشر عن كل الناس وعن كل اللاعبين اللي بنعتز فيهم إن شاء الله. احنا نختلف داخل الملعب، هذا المربع نختلف فيه، برا المربع كلنا يعني مو نختلف طين، لكن فوز وخسارة ونصر لكن ما نختلف على اللعبة الحلوة، ما نختلف ان اخوان وكلنا اهل، حتى المحترف اللي يجينا من برا جاي عنده اهله واخوانه ولا يحس انه بغربه. باذن الله سيرجع راعي الهوايل لناديه ولجمهوره الذي عشقه، والامل بان يهديه زملائه بالفريق لقب الدوري وتصير الفرحه فرحتين. هكذا هم أهل الرياضة في بلدي، يتنافسون في الملاعب الخضراء، لكن إن حدث أمر ما لأحدهم تجدهم في المقدمة أكثر من الإخوان. رياض العبادي لبرنامج ملعب الوطن.